ترجع لي لمحمد زقلوق لعب قد ايه وسجل ايه؟ لعب معاك اساسي 5 مرات ومره بديل في البطوله. وبعدين سجل كام هدف؟ ما اقتنعتش بيه؟ سجل كام هدف؟ مش احصائيه؟ ما اقتنعتش بيه. سجل كام هدف؟ قول لي. كام هدف؟ ولا هدف. مش عندك انت، مش عندك شرف تسجل هدف؟ انا عايز اسمع منك. ولا هدف. 5 مباريات ولا هدف. خد بالك انا شهرين اشتغلت. فالانتاجيه لازم تكون بسرعه. طيب. بغض النظر عن زعلوق والشرف والاسامي اللي انت هتتردد هتقول قول الباقي بقى الاسامي انا معاك مفيش مشكله. انا عندي وقت ضيق جدا لازم اشتغل عليه بسرعه. اتفضل. طيب في المقابل المهاجمين اللي انت جبتهم نايل اولا انا مش متحفز ولا مشدود. انا بس اسلوبي كده يعني. في المقابل هل شفت في نايل اللي لعب معاك 3 ماتشات ولم يسجل شفت ان هو كان المهاجم الافضل؟ نايل ده كان لعيب بيلعب في حرس الحدود كويس. لعب حوالي 6 مباريات في الدوري الممتاز مع فريق حرس الحدود. ماشي. نايل ده كان من الاوراق اللي انت لما تروح ما عندك قايمه 18 لعيب و3 حراس. ركز معايا في الرقم ده كويس قوي. انا مركز. 18 لعيب و3 حراس. اي مدرب بيروح بطوله مجمعه عنده 18 لاعب بيحسب حسابات مختلفه خالص. فانت لازم تاخد ورقه او ورقتين لحد 3 ورقات بتكون اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز. ماشي. من ضمنهم نايل ده. يعني نايل ده كنت واخد ورقه زي جوكر بيلعب مهاجم وبيلعب باك رايت ويقدر يلعب كمان رقم 8. وفي نفس الوقت عندي كمان 2 لعيبه بيلعبوا في مراكز مختلفه. فانت لما تروح كأن ال 18 دول يا ابراهيم بقوا 26. فنايل ده بيخضع ليه هو اكتر لاعب شارك في الدوري الممتاز من حرس الحدود. ولا لاعب خد بقى مني بس دي مهم. ولا لاعب من اللي كانوا معايا دول كانوا بيشاركوا في فرقهم في اساسيين في الدوري الممتاز. ولا لاعب. ايه هو الفارق فنيا؟ انا بتكلم فنيا وانت حر في اختياراتك يا كابتن اسامه. انت حر. انا بسال اسئله الناس بتسالها وبسال اسئله هي حقيقيه على ارض الواقع. ما هو الفرق ما بين زعلوق اللي ما سجلش حضرتك قلت لعب معاك 5 ماتشات ما سجلش وما بين نايل اللي راح معاك برضه بطوله خلينا اكمل اللي راح معاك كاس العالم لم يسجل ولم يصنع لم يسجل ولم يصنع اي هدف. انت نظرا لضيق الوقت لما يكون لاعب عندك لعيب لاعب في الدوري الممتاز وانا بشجع اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الممتاز بصفه مستمره يعني. لان لما يكون عندك لعيب عنده 20 سنه ولسه ما لعبش في الدوري الممتاز دي كارثه بكل المقاييس. طب انت اللعيبه اللي عندك معظمها كده. ما هو ده مش بايدي انا، ده ايد انديتهم. فلما يكون بطوله الشباب خد بقى مني لما يكون بطوله الشباب لسه ما بداتش لحد يوم 1 ولا يوم 5/9 وانا ابدا استعين بلعيب ما بداش فتره اعداده اصلا في ناديه وتقول لي ان انا اخده معايا كاس العالم، طبعا مش مقبول. عند مين الكلام ده؟ يعني لعيب بيلعب في الدوري الممتاز اساسي 6 مباريات في الدوري الممتاز ولاعيب ما بداش اصلا فتره اعداده ودوري الشباب اللي هو بيشارك فيه اللي هو بالنسبه لي لا اللي هو بالنسبه لي دوري ضعيف. خد بالك هات اسم كده كلهم بيتمرنوا في الدرجه الاولى. كلهم في فرق بين هم بيتمرن في الدرجه الاولى وبيلعب ماتشات رسميه في الدرجه الاولى. مفهوم. فاعتمادي هنا كان على مجموعه اللعيبه اللي مشاركه مع انديتها في الدرجه الاولى. ليه؟ اولا انا ضامن فترات اعدادهم بادئه من بدري. ثانيا انا ضامن انهم بيتمرنوا